السلام عليكم. ده ان شاء الله الابس بتاعي التاني. نتكلم عن الاحداث لان ده موضوع برضه منتشر في مصر ومشاكله كتير. الاحداث ده ممكن برضه ما يكونش عدى عليكم، والاحداث ده اللي هو منظره. واحد بيحدث النعمه مثلا بيتمنظر حد اقل منه، او بيتمنظر بحاجه هي بالنسبه له امله بس بالنسبه للناس التانية عاديه. او ممكن مثلا يكون بيتمنظر حد اقل منه في المستوى، ففي نفس الوقت مبقاش لطيفه يعني. برضه دي من عيوب الشعب المصري، ان شاء الله نمسكها مع بعض كده حاجه حاجه. بص، الاحداث ده بيبقى في كذا حاجه. ممكن يكون في اللبس، في الموبايلات، في الاكل، في اسلوبك. وفي ناس بقى يعني دي هتكلم عليها في الاخر، سيبها للاخر يعني، عشان ده موضوع مهم. اول حاجه في اللبس، يعني اللبس. ممكن تجيب لبس عادي، ممكن تجيب لبس براندز، ممكن تكون تجيب ممكن تجيب تيشيرتات ساده وانت تطبعها وتعملها، ممكن تجيب اي لبس، بس اهم حاجه يكون لبس كويس، مش تجيب لبس وحش. او حتى لو انت لابس لبس وحش بس بالنسبه لك دي حاجه كويسه، مش لازم يعني، مش حاجه وحشه، دي حاجه كويسه ادام انت مقتنع باللي انت لابسه وموضوع عادي. لكن بقى احنا اصحابنا في الاحداث بيعملوا حاجه حلوه في اللبس، بيتمنظروا بيه. يقول لك التيشيرت بتاعي ده براند، انت مش عارف انا جايبه منين؟ ده انا جايبه من بولمبير. يا بولمبير مره واحده. اه والله بولمبير، وجايبه كمان مش رخيص، ده انا منقيه الغالي عشان انا خلاص بقى غيرت اللبس شويه، ما ينفعش الاذان. دي نكمل تاني في موضوعنا برضو، واحنا لسه في اللبس. التيشيرتات، واسلوب الناس في اللبس، وان هم كل ما يجيبوا حاجه يقولوا انا جايب حاجه براند، انا جايب. واحد مثلا يكون جايب تيشيرت عادي، ويقول لك وحد يسأله مثلا جايب تيشيرت منين، يقول له انت انا عمي بعتهولي من استراليا، جايبهولي هناك، مش من مصر التيشيرت ده، جايبه من بره. يروح مثلا الكلية ولا يروح المدرسة، بيبقى ماسك شنطة المحل مثلا لو شاري منه، ويسأله ليه مثلا يكون السعودية فاضية، شنطة تبقى فاضية مثلا، يعني على أساس إن هو كده بيجيب لبس من براند وعادي مثلا. لكن يجي يمسك مثلا شنطة محل عادية، لا، ما تملاش عينه، مش عارف تحسش ليه. اللبس برضه مهم. وفي الموبايلات برضه، في إحداث في الموبايلات. واحد بقى جايب موبايل جديد مثلا، كل شوية يطلعه قدامك، يقول لك شوف الموبايل الجديد. الموبايل ده مفيش حد ماسكه في مصر غير 5 ولا حاجة، وانا منهم. يا حبيبي، انت واحد من 5 دول، وانا جايبه من بره برضه، مش اي حد جايبهولي. والموبايل ده اوريجينال مش صيني، دلوقتي كل موبايل دلوقتي صيني. لكن انا الموبايل ده مش صيني، ده اوريجينال مش عارف ايه، وما مش ملعوب فيه، ومحدش معاه الموبايل ده برضه، واللي معاه برضه مش هتلاقيه برضه حلو زي اللي معاه. في ناس كده، وكان برضه انا كنت فاكر ان كان في ايام الثانوي برضه كان في ناس بتعمل منبهات عشان موبايل يرن في الدرس مثلا، تعمل منبه عشان موبايل يرن في الدرس. مش عارف انا ايه الحلو في كده، حاجة غريبة. وفي الاكل برضه، ان مثلا شوية صحاب خارجين مثلا، بس واحد مثلا بيحب مثلا ياكل كشري مثلا، فبيروح ياكل كشري، صاحبه يقوله لا لا لا، ايه القرف ده، في حد مثلا ياكل كشري، هنروح ناكل من كوكدور ولا حاجة أقل معروف ومش عارف ايه، وعادي يعني نقعد هناك شوية. ده مش إحداث، ده هو عادي يعني، ده أكل يعني، مش حاجة أساسية يعني إن أنت تفضل تقول ما بحبش ومش بحب واقعد هنا ومقعدش هنا، مش كده. الأكل موضوع كبير. وفي في الأسلوب اللي هو الواحد بيتكلم بيه مثلا، واحد بيبقى مثلا بيتعلم كويس، بيتكلم عادي عربي، وتلاقيه في النص رزع كلمة انجلش مثلا، مرة واحدة عادي، مرتين عادي برضه، 3 مرات عادي. لكن مبقاش 3/4 كلامك انجلش يعني، انت بتتكلم عربي.
دي حاجة مستفزة برضه. واللي مثلا واحد واخد كورسات HR مثلا، HD او باد لانجوج مثلا، وتكون بتتكلم معاه عادي، يقول لك الحركة اللي انت بتعملها دي غلط، دي بتدل على ضعف موقفك. انا دارس الحاجات دي وبقول لك ان انت اسلوبك في الكلام واقع قوي، وحركات ايدك كده بتدل ان انت مش واثق من نفسك. وطبعا بقى اي واحد بيتقال له الكلام ده يفضل بقى بحرق له كده. وهو اصلا كان في يوم من الايام صاحبه وهو لسه صاحبه، بس مره واحده كده بقى يقلب عليه ويتكلم معاه بطريقه كده. دي مش حاجه كويسه خالص يعني، كده بتمنظر عليه بما انه صاحبه. وبقى في حاجه بقى تانية، ان في ناس بتعمل كل ده وهم اصلا بخلة، هي بخلة على نفسهم. زي واحد مثلا مصروف يفضل يحوش فلوسه كلها، بس مثلا في زي مثلا يروح يجيب له لبس ولا حاجه، يروح بقى ايه، يقول لا انا اروح اجيب من براند، انا اروح اجيب موبايل، اجيب موبايل اوريجينال حلو، انا اروح في الاكل اروح اضرب في الاكل جامد، ادام معايا صحابي وخلاص هو هيشوفوا اللي انا كده، يبقوا ما خلاص هيعرفوا عني اللي انا كده جامد ومش بخيل وبصرف كويس ومش عارف ايه. هو اصلا في الاصل معفن، مش معفن اللي هو مستواه يعني، لا معفن اللي هو جلده، مش متعود اصلا على الحاجات دي، بس بينفذها مش عشان هو بيحبها، عشان هو نفسه يقنع الناس ان ويقول لهم انا جامد، انا بعمل اي حاجه زيكم وانتوا زيكم زيي ومفيش فرق ما بيننا، وكمان انا احسن منكم وهكسر عينكم. مش اسلوب ده، ازاي هتكسر عينهم يعني؟ مش عارف. واصلا تلات ارباع الناس دي بيبقى بينهم وبين نفسهم بخلة، وفي مشاكل نفسهم اصلا، مشاكل نفسهم. وفي برضه اللي يبقى جلدة ومحوش وما يصرفش حاجة خالص على نفسه، لدرجة ممكن مثلا يسألوا على اصحابه في المواصلات، عشان مثلا لما يخرج مع صاحبته يصرف بقى، يطلع بقى الميتينات بقى ومش عارف ايه قدامها، عشان لما يفتح محفظة قدامها كده يبين لها فلوس ومش عارف ايه، عشان البت بقى تقول لا ده بيحبني ده بيصرف عليا مش عارف ايه. هو اصلا في الاخر هتلاقيها بتسلوح عليه، وهو ده اللي مش عارفه يعني، اللي بيعمله في الناس هيطلع عليه ومن اقرب حد اللي هو ما كانش مخون له اصلا. ده موضوع برضو الاحداث ده برضو انا بحاول اجيب فيه حاجات كتير وحاجات اكتر ان شاء الله، بس ربنا يسهل كده ويبقى فيها دماغ افكر بس. يلا ازور بقى ايه، نستنى لحد ما يقفل دقيقة كده واسيبكم مع كايروكي. يلا باي باي.